اول ما بتطلع من حمام السباحه بيطلع ان في حرامي في بيتها، والبنت بتكون ذكيه وبتعمل نفسها عمياء عشان ما يزهقش وتعرف تسلمه، وبتلبس هدومها بسرعه، والحرامي بيقع في الفخ وبيحسب انها فعلا عمياء، وبيكون في حرامي تاني وبيشوف ان في واحد جوه وبيدخل وبيضربه بالمسدس على دماغه وبيغمى عليه، وبعد شويه البنت بتدخل وبتمثل انها مش شايفه حاجه، وبتفضل تنده على جوزها وهي ماشي بتخبط في الازاز وبيعورها، وبتعمل نفسها متفاجئه وبتقول له انت حصل لك ايه، والحرامي بيقول لها جوزك معانا، وبياخدها عشان يخليهم جنب بعض، وبياخدها جنب جوزها وبيطلعوا الخزنه وبيقولوا لها الرقم السري ايه، والبنت بتقول مش عارفه، بس الحرامي التاني بيلاقي ان الخزنه مفتوحه وبيفتح الخزنه وبيلاقي فيها فلوس كتير، وبيفتح الشنطه وبياخد كل الفلوس اللي فيها، والحرامي التاني هو رافع السلاح عليهم بيبص على البنت وبيفتكر ان دي جنة حبيبته من زمان، وبيطلع ان هما كانوا مرتبطين ببعض اكتر من سنتين، وبيفتكر انها كانت عاميه طول عمرها، واخر حاجه قرر يسيبها عشان عاميه، فبياخد البنت وبيرفع على صاحبه السلاح وبيقول له فكه، وبيخلي صاحبه يفك الولد، وبيخلي كمان الولد التاني يربط الحرامي، وبتتفاجئ لما بتعرف ان ده حبيبها القديم، بس بيدخل بوليس بسرعه بيقبض عليهم، والبنت بتحاول تبرئ الولد وبتقول لهم ده ملوش دعوه، وفي ظابط بيقول لها تقدري تقولي ده في الاسم وبيمشي.